السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا مع بعض وصفة جديدة وهي كيك بالبرتقال. كيكة لذيذة جدا، خفيفة، ملائمة لقهوة الصباح والمساء وكذلك للضيوف، مع طريقة تحضير بسيطة وسهلة جدا وبمقادير اقتصادية. هذه مقادير كيك بالبرتقال. في البداية في وعاء نضع 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نضيف لهم رشة ملح، مقدار مبشور برتقالة، نقدر نضيف كذلك ملعقة صغيرة فانيليا، نضيف لهم 160 غرام من السكر العادي أو سكر كريستاليزي، ونخلط جيدا هذه المكونات باستعمال الطراب الكهربائي أو كذلك باستعمال الطراب اليدوي حتى يبيض المزيج ويتضاعف حجمه هكذا. بعدها نضيف مقدار 100 مليلتر من الزيت النباتية، نضيفها على عدة دفعات مع الاستمرار في الخفق. ثم نضيف مقدار 100 مليلتر من عصير البرتقال الطبيعي من المستحسن. بعدها نستغنوا عن الطراب الكهربائي ونضيف مقدار 320 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض و15 غرام من خميرة الحلويات أو الخميرة الكيميائية. نغربلو الفارينة خميرة الحلويات ونضيفوهم على عدة مراحل مثل ما تلاحظوا، ونستمر في المزج باستعمال الملعقة فقط هكذا. كل مرة نضيف الفارينة ونمزجه هكذا حتى نتحصلوا على هذا الخليط أو لاباراي المتجانس. نحاول نخلطه من الأسفل إلى الأعلى حتى نحافظوا على قوام الكيكة. نخليه لاباراي تاعنا ترتاح لمدة حوالي من ربع إلى نصف ساعة. بعدها نحضروا المول الكيك هذا. أنا استعملت هذا المول طوله 25 سنتيمتر، نضعه فيه أو نغطيه بالبابي أو ورق الزبدة، ونغلف ورق الزبدة بمارغرين، يعني ندهنه بالمارغرين جيدا، ثم نضيف فوقه القليل من السكر البني. إذا لم يتوفر السكر البني يمكن استعمال السكر الأبيض. ثم فوق السكر البني نضيف قطع من البرتقال هكذا. أنا جتني 4 قطع من البرتقال. بعدها نضيف فوق قطع البرتقال مباشرة لاباري تاعنا أو الكيكة كاملة هكذا. قلت أنا المول تاعي أو القالب هو طوله 25 سنتيمتر هكذا. نحاول نسوي الكيكة باستعمال اليد هكذا، ثم نضعه في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة، ثم نخفض درجة حرارة إلى 170 درجة، ونضعه فيه الكيكة تاعنا تطيب حوالي 40 دقيقة. لازم تطيب جيدا بالأخص من الداخل. بالنسبة للتزيين نحتاج لاجولي هكذا، نستعملوا فرشاة وندهنوا سطح الكيكة بلاجولي. لازم تطيب جيدا قلت الكيكة تاعنا. وننهيو التزيين باستعمال الفستق المرحي، يعني هنا تزيين اختياري، يمكنكم ترك الكيكة بدون تزيين هكذا. القليل من الفستق أو حتى الفول السوداني أو اللوز. وهذه هي نتيجة كيكتنا نهار اليوم. مثل ما تلاحظوا شكلها رائع وشهي، مثل ما نقولوا بريزونتابل، نقدر نقدموها للضيوف. نتمنى أنكم تجربوها وتستمتعوا بمذاقها، وفي الأخير نقول لكم شهية طيبة.